ومساء الخير عليكم. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله بقى عندنا مشترك كهرباء. هو فيه مشكلتين. المشكله الاولانيه اللي هو الكابل من بره ده، هقول لك ازاي نقفله من جوه بحيث ما يطلعش كده تاني. المشكله التانية بقى انا فوجئت بيها جوه المشترك نفسه. هنشوف دلوقتي مع بعض. في مسمارين في المشترك. طبعا المشتركات مختلفه، انت فاهمني، فهتلاقي نفس الفكره، مسمارين من هنا او من ورا. المهم بتفك المشترك بتاعك عادي بالمسمارين اللي موجودين بيه. موضوع سهل، عايز بس منك حرص وانت شغال عموما في اي شيء، تنظم افكارك، بس الموضوع بيبقى سهل، مفيش اي مشكلة. طيب، انا هنا اعتبر فكيت المشترك بتاعي عشان المسمار كان معصلك معايا شوية عشان طبعا بصور طبعا بايد. طيب، دي الجزء اللي هو الخلفي. طيب نيجي للمشترك هنا. تشوف الكابل هنا طلع من الناحية التانية ازاي. حبيت تقصه يعني تقص الجنب الطويل ده وتخليه على القد، ماشي. ما حبيتش، خلاص. انا صراحه ما حبيتش اقص، انا فكيت طبعا كنت بطمن هنا على الشرايح بتاعه المشترك بتاعي. أه وهنا هبدأ ان انا هفك القفيز اللي موجود على الكابل هنا اهو. ده القفيز، عشان كده الكابل بيطلع معايا من بره بالمنظر ده. لازم الكابل ادخله تاني كويس واقفز على الكابل عشان ما يطلعش ويعمل المنظر ده تاني. فهنا في قفيز هنا عندك على اول مشترك، بتفكه، مفيش اي مشكلة فيه. تمام. هنا بقى حبيت تقص سلك، ماشي، وتركب على الطرفين على طول. حبيت تتنيه من جوه اللي يريحك. فانا صراحة يعني ايه، حبيت اركب السلك هنا، ويعني ايه باخد، ما حبيتش اقصه. ف تنيته من جوه من هنا بحيث ان انا يبقى مظبوط من جوه وما يطلعش تاني. هنا بقى لقيت كارثة هقول لكم عليها جاية حالا دلوقتي. هو انا هنا بقفز المشترك بتاعي، لقيت المفتاح ده بتاع الفصل والتشغيل. خدت بالك هنا؟ اه، بص، حتى انا وقفت لقيت الترميله هنا بتاعته ملحومه، اتلحمت. حصل زي شوط كهربا كده، فلحمت في قلب النحاسه. طبعا دي مشكله اهي. هنا كده اهي، رجعتها مكانها تاني، فكت معايا من اللحام واشتغل معايا تاني اهو. شايفين هنا اهي، النقطه دي لحمت في النقطه التانية. تمام. ففكيتها والمفتاح اشتغل معايا تاني. كانت كده في مشكلة يعني، عارفين، لولا فتحته ما كنتش واخد بالي اصلا منه. انا بفتحه على اساس ان انا هعمل الكابل اللي جوه ده واقفله واقفزه من تاني. المهم الحمد لله عملناه، وطمنت ان المفتاح شغال كويس، وظبطت نقطة التلامس دي. وهبدأ ان انا هقفز بقى الكابل بتاعي زي ما انا قلت، بالطريقة دي كده. اهم شيء وانت بتركب الكابل بتاعك تطمن ان مفيش اي معوقات بتعيق المشترك اثناء الفتح او القفل. تمام. وبركب الكابل بتاعي في منتهى السلاسة، مفيش أي مشكلة. مشترك الكهرباء بقى معاك لو بيشرز بتاع، لازم تطمن على العيون اللي هنا دي ورا. دي إن شاء الله بإذن الله هعملها فيديو تاني إن شاء الله. بحيث العيون بتبقى واسعة، فلما تضايق العيون الفيشة معاك ما هتشرس. تعمل الشرز ده كده مشكلة لما تيجي تشغل أي جهاز معاك في المشترك، بتلاقيه شرز. دي تبقى العيون بتاعت المشترك واسعة معاك، فسهلة جدا بتفتح المشترك عادي جدا وتضيق العيون بس، بحيث تبقى ماسكة على الفيشة كويس ما تشرسش منك. هنا خلاص ركبت الكابل بتاعي بإيدي كده، وأحط القفيز ده اللي هو بيمسك الكابل بحيث ما يطلعش تاني منه. وبطمن طبعا إن المفتاح هنا اللي قلنا عليه مش بيعيق السلك الكهرباء الموجود. هو قفل الكابل عادي جدا، واطمن ان المسمار قفل كويس عشان ما يفكش تاني مني. المشتركات في السوق يا جماعه انواع كتير، في منها الرديء وفي منها الخامة الكويسه. فطبيعي انت لما تجيب مشترك بالذات تجيب خامة كويسة، وبرضه ما تحملش عليه كذا جهاز، يعني تلاجة وتلفزيون، ما ينفعش الكلام ده كله. المشترك عايز حاجات خفيفة برضه، مش اللي هي. ويستحسن الحاجات التقيلة زي التلاجة أو التكييف أو التلفزيون ليهم فيشة لوحده، بعيد عن أي شيء. يستحسن يعني مشترك، بس ممكن تجيب الكمبيوتر، الحاجات اللي هي مثلا ايه،
ما تسحبش امبير عالي على بتاعة الاجهزة. كده المفتاح معايا طمنته شغال كويس وما بيعوق اي شيء. هبدأ ان انا اقفل المشترك بتاعي. بعد ما طمنته بطمن هنا، بصوا بطمن هنا العيون دي اللي قصدي عليها. العيون دي بتاعة المشترك اللي قلت لك عليها، لو فيها شرز بتضايقها من جوه. وان شاء الله هعمل لك باذن الله فيديو ان شاء الله المرة الجاية عن الموضوع ده. هنا انا ببدأ خلاص طمنت على العيون. بجيب الوش التاني، وهبدأ ان انا خلاص كده اقفل المشترك بتاعي، مفيهوش اي مشكلة. متنساش بقى لو عجبك الفيديو اللايك والشير والمتابعة، عشان بإذن الله هنوصلك كل جديد ان شاء الله في الاعطال، الاجهزة الكهربائية ان شاء الله في تصليحها او مراجعة المعدات او الاعداد اليدوية. اكتبوا في الكومنتات انتوا عايزين ايه بالظبط في الاعداد اليدوية، او اصلاحات ايه، او الصيانة عموما. اكتبوا ان شاء الله في الكومنتات، وباذن الله ان شاء الله فيديو جاي ان شاء الله هعمل عليه حلقات باذن الله. انا سعيد جدا بيكم، وشرفني طبعا بتابعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله.